طبتم وطابت أوقاتكم مشاهدينا في كل مكان. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائيات الإريترية، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. وزارة الزراعة تدعو للقيام بأعمال جادة لحماية التربة والمياه. جهود حثيثة لرفع كفاءة الخدمات التعليمية. مديرية حلحل تشهد غرس أكثر من 232 ألف شتلة. إصابة مستوطنين إسرائيليين في إطلاق نار بحي سلوان. الاشتباكات بين قوات الحكومة وحركة 23 من مارس المتمردة. سلاح الجو الهندي يعلن تحطم طائرتين عسكريتين وسط البلاد. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قامت وزارة الزراعة في 26 و 27 من يناير بإعادة اجتماع في أسمرة لتقييم أنشطتها السنوية. وبموجب التقرير المقدم تم تنفيذ أنشطة حماية التربة والمياه على أكثر من 50 ألف هكتار على الأراضي الزراعية وغيرها. وأوضح التقرير زراعة أكثر من 96% من أصل 512 ألف هكتار بالذرة والبقوليات والبذور الزيتية. وأشار إلى تنمية أكثر من 22 ألف هكتار من الخضروات وأكثر من 4600 هكتار من الفواكه. وذكر التقرير أن أسلوب التهجين الجديد بدأ يؤتي نتائج مرضية، حيث تم هذا العام تهجين 1500 من أبقار الألبان واختيار ثيران التزاوج من نوع الأبقار المحلية، مشيرا في الوقت ذاته إلى الدفع به قدما مستقبلا. وبشكل عام ازدادت نسبة نمو أبقار الألبان ب11%، وعلى عكس ذلك انخفض العلف الأخضر نسبيا. ومن أهم التحديات التي شهدها العام 2022 نقص في متطلبات الدواجن، مما يدعو ذلك مربو الدواجن للقيام بأعمال تهجين دون انتظار الحكومة، وذلك بهدف توفير متطلبات البيض والدجاج، ويتوقع من ذلك لعب دور كبير لاستقرار أسعار البيض والدواجن. وفيما يتعلق بإنتاج النحل، ارتفعت المناحل من 34 ألف إلى 39 ألف منحلة، ويجري العمل الجاد مستقبلا بتوسيع وأعمال المناحل الحديثة. وأفاد التقرير بأنه لا توجد ظواهر مقلقة بخصوص الصحة الحيوانية إلا ظاهرة نفوق الجمال التي وقعت في بعض مناطق البلاد، كما أن بعض المناطق شهدت نقص في الأدوية وقصور في التطعيم، ويجب تصحيح هذه الأخطاء فورا قبل استفحالها. وقد تم تطعيم 1.1 مليون من المواشي والدواجن ومعالجة أكثر من 383 ألف من الماشية. وأوضح التقرير أن البلاد لم تشهد العام الماضي أي ظواهر مقلقة فيما يتعلق بالآفات الزراعية المرتحلة إلا جراد الأشجار الذي ظهر في بعض مناطق إقليم الكشبركة. وبصفة عامة تجري جهود جبارة لتحويل أساليب كيميائية لمكافحة الآفات والأمراض التي تضر بالحقول الزراعية بأساليب أخرى طبيعية. وناشد المشاركون للإسراع في توسيع المحاصيل الزيتية والدفع بأنشطة تجميع الحشائش للعلف، وتشجيع زراعة العلف الحيواني الخالية من التربة، والقيام بمقياس الفوائد ورعاية وصيانة السدود، وتوسيع مخازن البطاطس، وتأمين متطلبات أدوية الحيوانات والتطعيم، وكذلك توفير الطاقة. وفي الكلمة التي ألقاها وزير الزراعة السيد أرافعين برهيد دعا للعمل الجاد من أجل حماية التربة والمياه واستخدام بذور مختارة وتوسيع تنمية البقوليات والمحاصيل الزيتية والحبوب وتجميع الحشائش وتهجين أبقار الحليب وتطوير تربية الدواجن ونشر المناحل وتوظيف خبراء الزراعة على مستوى القرى والضواحي وتوسيع مدرسة المزارعين بالإضافة إلى توسيع تنمية البطاطا المحسنة وتنمية إنتاج السماد الطبيعي ومكافحة الأمراض والآفات وكذلك تشجيع التجارب العملية. وقدم توضيحا مفصلا حول تقوية مشاركة الشباب والقضاء على مبيدات الحشائش وتوزيع وتنمية الذرة المهجنة وتأمين الأدوية والتطعيم المنتظم وكذلك منح اهتمام أكبر للمناطق البعيدة.
من جهتها عقدت وزارة التعليم في 26 و27 من يناير اجتماعا لتعيين برامج عام 2022، وأوضحت الدفع بالجهود الجارية لتقوية كفاءة الخدمات التعليمية وتأمين مدى انتشارها وتوسعها. وشارك في الاجتماع رؤساء الأقسام والفروع في المكتب المركزي والأقاليم. وأشاد المدير العام لقسم القدرات البشرية في الوزارة السيد بطرس هيلماريان بتنفيذ عمل منسق جيد لمكافحة جائحة كوفيد-19 واستئناف أنشطة التعليم التي توقفت جراء انتشار الفيروس. وقدم مسؤولو الأقسام والفروع تقارير حول أوضاع كفاءة ونشاط التعليم وتأثيره في العملية التعليمية وقلة الكتب والمعامل وتأثيرها السلبي، وبرامج التعليم المسائي وبرامج محو الأمية وتطورها، وكذلك أهمية التعليم المهني. وبموجب التقارير لقد التحق 22,899 طالب في 925 نقاط تعليم الكبار في كافة أقاليم البلاد باستثناء الإقليم الأوسط. ويتابع 78% منهم تعليمهم ما بين الفصلين الأول والثالث، وكانت نسبة نجاحهم أكثر من 80%. كما يتابع 2502 طالب تعليمهم في المدارس المسائية. وبعد أن ناقش المشاركون ما ورد في التقارير بعمق، قدموا آراء وتوصيات بناءة تساعد في مسيرة التعليم المستقبلية. وذكر السيد بطرس هيلماريان أهم برامج عام 2023 المتمثلة في رفع قدرات المعلمين لتحسين التعليم نوعيا، مناشدا المجتمع والمعلمين للعب دور رائد من أجل الرقي بالتعليم والتخلص من الظواهر السلبية التي تؤثر سلبا على العمليات التعليمية. شهدت مديرية حلحل غرس أكثر من 232 ألف شتلة نمت جيدا حسب التقييم الذي أجري في 19 من يناير الحالي. وأوضح مدير المديرية السيد قرماسيون أبرهة بناء أكثر من 720 مدرج و549 هكتار من الحواجز المائية، وصيانة أكثر من 86 كيلومترا من الطرق الترابية، إضافة إلى مساهمة المواطنين الفعالة لإنجاح برامج التشجير. كما ذكر ازدياد الحوامل التي يتابعن أوضاعهن الصحية في المؤسسات الصحية بفضل التوعيات المكثفة المنتظمة. وأشار إلى مساهمات مجتمعية جيدة لبناء أسوار المدارس وفصول إضافية وتركيب الطاقة الشمسية في المناطق البعيدة. وطالب المشاركون بمنح اهتمام أكبر لقلة المعلمين ورياض الأطفال، وحل مشكلة خدمات الاتصال الجوال في منطقتي مي والد وقبي ألبو، وكذلك ترقية مستوصف ملبسو إلى مستوى العيادة نظرا للكثافة السكانية المستخدمة لهذه المستوى. وأوضح في الختام أن الاستثمار في إنجاح البرامج التنموية والتحصيل الضريبي للأراضي والماشية وإنشاء ملعب كرة القدم في حلحل وتعزيز برامج تعليم الكبار من أهم برامج عام 2023. قدمت في مديرية غرداد دورة تأهيلية للمعلمين حول تقنية الحاسوب، نظمت بالتعاون بين جمعية المعلمين في إقليم القاشبركة ومكتب التعليم في مديرية غرداد. وشارك في الدورة الممتدة إلى 3 أشهر 37 معلما من 8 مدارس ابتدائية. وتم التوضيح في مراسم الاختتام التي نظمت في 22 من يناير بأن الدورة هي جزء من البرامج الجارية لرفع قدرات المعلمين وتقوية العملية التعليمية. وقال ممثل الخريجين إن المعلومات المكتسبة تساعدهم في حياتهم اليومية، مناشدين تنظيم دورات متميزة من حيث النوع والمستوى مستقبلا. وذكر كل من مسؤول التعليم في الإقليم الأستاذ محمد علي إبراهيم ومسؤول جمعية المعلمين في الإقليم الأستاذ يوسف دانيك أهمية رفع قدرات المعلمين في تحسين العملية التعليمية، لذلك يجب القيام بعمل دؤوب في هذا الشأن. نشرتنا لا زالت مستمرة من الفضائية الإريترية، لكن بعد الفاصل. أهلا بكم. على الصعيد العالمي أصيب مستوطنان إسرائيليان في هجوم بإطلاق النار بسبب في حي سلوان جنوب القدس الشرقية.
وقالت الشرطة إن المهاجم تم تحييده في إشارة إلى قتله. وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن إصابات الجريحين بالغة، وأشارت تقارير إعلامية إلى أنهما أب وابنه، وأن أحدهما في حالة خطر والثاني حالته حرجة. وجاء الهجوم بعد أقل من 24 ساعة من معتل 7 إسرائيليين في هجوم في القدس الشرقية الجمعة، فيما وصف بأنه أكبر هجوم من نوعه منذ سنوات. وقالت الشرطة الإسرائيلية منذ هجوم السبت طفل في 13، وإنه تم تحييده، غير أن تقارير إعلامية إسرائيلية تقول أن الطفل لم يقتل بل أصيب ونقل إلى المستشفى. وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تتخذ حكومته إجراءات فورية ردا على هجوم الجمعة. ويعد هجوم يوم الجمعة من أكثر الهجمات دموية منذ سنوات، ويأتي وسط تصاعد التوتر مع الفلسطينيين، ويبدو ردا على عملية عسكرية إسرائيلية في جنين بالضفة الغربية المحتلة الخميس أسفرت عن معطل 10 فلسطينيين. وشهدت جماعات فلسطينية مسلحة بالهجوم، وقالت إنه كان ردا على العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية يوم الخميس، وكانت تلك هي الأكثر دموية من نوعها منذ سنوات، وأدت إلى إطلاق نشطاء عدة صواريخ على إسرائيل في قطاع غزة. ذكر متحدث باسم الأمم المتحدة يوم الجمعة أن الاشتباكات الأخيرة بين قوات جمهورية الكونغو الديمقراطية ومتمردي حركة 23 من مارس أدت إلى نزوح نحو 90,000 شخص. وقال ستيفان دوغاريك كبير المتحدثين باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش إن التقارير الأولية الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ركزت القتال في كينشاسا وما حولها في مقاطعة نورث كيفو في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقال دوغاريك أن العديد من النازحين يلتمسون اللجوء في مويسو المجاورة في المدارس والكنائس ولدى العائلات المضيفة. ومع وصول المزيد من النازحين إلى مويسو تشعر المنظمات الإنسانية بالقلق من انتشار الكوليرا بعد تفشي المرض الشهر الماضي. وأضاف أن الاشتباكات أعاقت أيضا الوصول إلى الطرق، مما جعل من الصعب إيصال المساعدات الإنسانية. وأوضح المتحدث أن بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المعروفة باسم مونوسكو تقوم بتوفير الأمن المادي والمساعدة الفورية بما في ذلك المأوى والمياه والرعاية الطبية لحوالي 500 مدني نازح داخل وحول قاعدة الأمم المتحدة في كينشاسا. وقال دوغاريك أن الأمم المتحدة تكرر دعوة الأمين العام لجميع الجماعات المسلحة إلى إلقاء أسلحتها والانضمام إلى البرنامج الوطني لنزع السلاح والتسريح وإنعاش المجتمع وتحقيق الاستقرار. أعلن سلاح الجو الهندي عن تحطم 2 من طائراته المقاتلة السبت بعد تعرضهما لحادث مما أسفر عن معطل طيار واحد. وقال سلاح الجو في بيان: كانت الطيارتان في مهمة تدريب روتينية، وأصيب أحد الطيارين الثلاثة بجروح أفضت إلى وفاته، وصدر أمر بإجراء التحقيق لتحديد سبب الحادث. وأضاف البيان أن الحادث وقع بالقرب من بلدة غواليور بولاية ماديا براديش. وقال مسؤولون في وقت سابق أن إحدى الطائرتين تحطمت في ولاية ماديا براديش والأخرى في ولاية راجستان الصحراوية المجاورة. ولم يحدد سلاح الجو طراز الطائرتين، لكن وسائل الإعلام قالت إنهما من طراز سوخوي 30 روسية الصنع، والأخرى من طراز ميراج 2000 فرنسية. الخبر الأخير: عرض المواطنون الألمان بشدة نقل الدبابات الألمانية إلى أوكرانيا، ونزل المواطنون إلى الشوارع في مدينة ميونخ احتجاجا على توريد الأسلحة لكييف. وتظهر لقطات من المدينة الألمانية حشود المتظاهرين وسط المدينة في مسيرة مناهضة للحرب حاملين أعلاما عليها حمامة السلام. وحمل أحد المشاركين في الاحتجاج جهاز عرض خاص يعرض طلبه بإلغاء قرار توريد الدبابات لأوكرانيا. ووافق المستشار الألماني أولاف شولتز على توريد دبابات من طراز اليوبارد 2 إلى أوكرانيا، والسماح للدول الأخرى التي تمتلك نفس الطراز من الدبابات بنقل الدبابات إلى كييف. وقال شولتز ردا على سؤال حول ماذا كانت دبابات اليوبارد 2 يمكن أن تؤثر على نتيجة الصراع في أوكرانيا: إنها فعالة للغاية وستكون مفيدة جدا في هذا الصراع.
وفي وقت سابق يوم الأربعاء أكد البيت الأبيض إرسال 31 دبابة من طراز أبرامز M1 إلى أوكرانيا، وسوف تشكل كتيبة دبابات واحدة. وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. أشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية. كما صرحت وزارة الخارجية الروسية بأن دول الناتو تلعب بالنار بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي. ختام النشر هذا تذكير بأبرز العناوين. وزارة الزراعة تدعو للقيام بأعمال جادة لحماية التربة والمياه. جهود حثيثة لرفع كفاءة الخدمات التعليمية. مديرية حلحل تشهد غرس أكثر من 232 ألف شتلة. إصابة مستوطنين إسرائيليين في إطلاق نار بحي سلوان. الاشتباكات بين قوات الحكومة وحركة 23 من مارس المتمردة. سلاح الجو الهندي يعلن تحطم طائرتين عسكريتين وسط البلاد. انتهت النشرة. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.